أهلا بكل متابعي قناة سكر جو، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. النهاردة فيديو مهم عن مدمرات الموهبة عند الأطفال. 10 مدمرات للموهبة نعرفهم مع بعض. رقم 1: الضرب على الوش. الضرب على الوجه ده بيقتل من 300 400 خلية عصبية في الدماغ، وعكسه المسح على الراس. المسح على الراس عند الأطفال والطبطبة بيخلق خلايا دماغية جديدة. رقم 2: الألعاب الإلكترونية بتقتل الذكاء الاجتماعي وأحيانا الذكاء اللغوي، وتتسبب في نزيف الدماغ لشدة التركيز واستهلاك خلايا الدماغ قبل أوانها، ولما بيكبر بيفقد بعض المهارات لأن عدد كبير من الأطفال بيكون عندهم غيبوبة بسبب الألعاب الإلكترونية. بيدخل كده في توحد معاها، بيبقى في وحدوية معاها وبينسى علاقاته الاجتماعية. رقم 3: السخرية من الأم قدام أولادها. الطفل ساعتها بيحس بالقلق والخوف وبيبقى عنده انطواء، مخه بيقف عن التفكير السليم، لأن الطفل بيستمد الموهبة أصلا من أمه حسب كل الدراسات اللي اتعملت على الموضوع ده. رقم 4: السخرية من أفكار الطفل والتعليق التنمري على كل ما يقدمه من إنتاج وتقدم. بتصبح الدافعية عنده متدنية، لما يجي يرسم رسمة وتقوليلوش برافو وتنبهري مش هيرسم تاني. لما يكتب أول محاولات ليه ألف وب وما تنبهريش وتسقفي وتخلي البيت كله يسقف وينبهر من الشطارة والالتزام والخط الجميل اللي هيبقى أجمل في المستقبل، مش هيكتب تاني. رقم 5: قفل باب الحوار مع الأطفال ومن هما صغيرين. يعني خلاص بقى، طب كفاية أنا صدعت، طب عيب ما تتكلمش في الموضوع ده وبس من غير ايه السبب. كل ده بيقتل الذكاء اللغوي والاجتماعي عندهم وبيهمشهم، وانت بتأمرهم بالسكوت وبتعنفهم. رقم 6: ما يشربش مية كتير ومية بكثرة، لأن الدماغ بتتكون من 85% من المية. كل 45 دقيقة محتاجين نشرب كوباية مية أو كوباية مية صغيرة. طيب لو احنا ما عملناش أي حركة لا إرادية زي كحة أو عطس أو نحرك كرسي أو نسحب طاولة، كل ده دي علامات كويسة للطفل انه فراك. عارفة الطفل الفراك ده طفل موهوب. طبعا المربي او المدرس او الام اللي وهي بتذاكر لابنها او بتركز معاه في تعلمه نشاط معين، ويفضل بقى رايح جاي، طب اشرب، طب حمام، طب اكل، طب اعمل، طب كل ده حاجات بتضايقها وبتخليها تخرج عن شعورها، بس للاسف دي حاجات كلها بتعبر عن ان الطفل ده موهوب. رقم 7: ما بيفطرش. وجبة الفطار مهمة جدا، لان الاطفال او الناس عموما اللي ما بتاكلش وجبة الفطار معدل السكر عندهم بيبقى قليل، وقلة وصول الغذاء لكافة خلايا المخ تؤدي الى انحلالها. طبعا غلط، الوجبات السريعة غلط جدا. رقم 8: التعليم بالتلقين، وانا مش مراعي ميول وقدرات الطفل. انت بس اسمع بس مني، طب ما ادلوش فرصة يتكلم. انا عارفة ان مقاطعاتهم بتبقى كتيرة وكلام بيبقى كتير، وبتبقي عايزة توصلي المعلومة اللي قدامك بمنتهى الامانة وما بيدوكيش فرصة، واحيانا ما بيبقاش فيه وقت. قولوا له ثواني هخلص اللي احنا بنعمله وبعد كده هسمعك في كل اللي انت عاوز تقوله. طيب رقم 9: عدم تمكين الأطفال من إن هم يعيشوا طفولتهم الحقيقية وإغراقهم في أنشطة تعليمية كتير. طيب في حاجة حلوة، أنا ممكن أعلم ابني وأخليه وأغرقه بأنشطة تعليمية كتير، بس بشطارة بفن. هو بيحب الرسم على الحيطة، يبقى أجيب ورق والزقه على الحيطة يرسم عليه براحته، بعد كده أشيل الورق أرميه والحيطة لسه نضيفة. طيب هو شخبط على الحيطة ورسم على الحيطة ولون على الحيطة، خلصت ايه الشطارة دي؟ بس انا متضايقة، هو رسم حلو بس انا متضايقة عشان شكل الحيطة اتبهدل. ايه رأيك؟ إيه، طبق فيه مية او جردل فيه مية بصابون بليفة وتعالى نمسح الحيطة اللي انت وسختها.
واجيب له اقلام واجيب له ورق، وابتدي اخليه هو اللي يعمل على الورق، والزق الورق ده ك يعني كإنجاز ليه في الأوضة، وأعمله كأنه معرض للرسم أو معرض للموهبة اللي عندي، وافتخر بكده. رقم 10، إن أنت تلزم الطفل الصغير ده بتصغير خطه في المرحلة الابتدائية كلها. خلي بالك ان تصغير الخط معناه ان هو فاقد للثقة بالنفس والأمان، وان الطفل اللي خطه كبير وده المفروض وده الصح معناه انه واثق في نفسه وعنده إحساس بالأمان. وهقولك على حاجة، ان تشريح الإيد بالنسبة للأطفال قبل سن 7 سنين هو ده اللي بيخليهم يكبروا خطهم، ما عندهمش تحكم كفاية في عضلات ايديهم علشان يصغروا الخط، او احيانا يمشوا على الخط وهم بيكتبوا. مفيش عقاب على الخط قبل 7 سنين، في توجيه، في نصايح، لكن عقاب على الخط مفيش. طب خطه كبير قوي، حاول تصغره شوية. طب مفيش امكانية انه يصغر، انا هفهم وهنصح وهوجه. مفيش امكانية انه يصغر، ابتدي انا اسيب له مساحة كبيرة يكتب فيها، مفيش مشكلة. لكن الخط الكبير دليل على الثقة بالنفس، دليل على الاحساس بالامان عند الاطفال. لو عجبك الفيديو، لايك، شير، خلي الفايدة تعم، وخلي امهات كتير تعرف النصايح دي. لو اول مرة تشوفيني، ياريت لايك وياريت سبسكرايب وتشرفيني بالاشتراك. دعم المحتوى يفيدنا ويخلينا نكمل ونقدم محتوى كتير وجديد. شكرا ليكم.